ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طيب احنا النهارده هنعرف نعمل زي المشهد ده بحاجات مبسطه جدا. هنتكلم في الموديلنج شويه وازاي نفهم اساسيات البرنامج، هنتكلم في التكتشرنج ازاي نلزق لوجو، هنتكلم في الاتش دي ار اي، هنتكلم في كل حاجه، هنتكلم ازاي نعمل السين بتاعنا، هنتكلم في كل حاجه، هنظبط الاضاءه شويه عشان نحسن المشهد بتاعنا، هنتكلم ازاي نعمل الشادو. فيلا بينا نبدا. اول حاجه ندخل جوه بلندر ونمسح الاشياء بتاعتنا دي كلها فضلات، مش عايزينها. شيفت ايه كده ونيجي هنا مثلا ايه في ايمج، اول واحده كده. انا هسيب لك صوره في الديسكريبشن تحفظها وتشوف مكانها فين بقى. هنا كده انت بقى تشوف انت حافظ مكانها فين. المهم هي صوره البرفيوم عشان هنموديل عليه، هو ده سوفاج. ومثلا نجيبه هنا كده، بس هتلاقيها ملفوفه بطريقه غريبه. فانت كده لو دوست 1 عشان هنشتغل على اتجاه الواي، وصفرت الروتيشن بتاعها كلها كده عشان نشوف. طيب احنا عايزين نلفها على الاكس، فار اكس كده 90 عشان احنا هنشتغل على الواي. طبعا انت لو عايز تشتغل على اتجاه تاني مفيش مشكله. شيفت ايه كده بقى سلندر، ونعمل له مثلا اس كده. كل حاجه ندخل في الايديت مود، نحدد دول كلهم كده، وندوس هنا وننزلهم تحت كده، ودول برضو كده، وبعد كده نطلعهم فوق. حاجات انت بقى تقعد تظبط آه، احنا محتاجين دلوقتي نعمل الغطا، الغطا بقى. فشفت ايه كده سلندر عشان نعمل، او سلندر اهي، مش عارف مالي بحول كده مرة واحدة. المهم سلندر كده ونرفعه فوق كده، وقس كده نكبره على الغطا، خليك ايه واحد دقيق كده، وتدوس في التاب كده عشان تيجي الايديت مود، وشفت زد بينقلك الواير فريم. نحدد دول كلهم كده، ونرفع دول فوق شوية كده، ودي مثلا كده ونرفعها فوق شوية برضو كده، واي كده، واي زد اي زد عشان يعمل لها اكسترود كده، وكنترول بس بلس كده وندوس اس شيفت زد، هتلاقيه بيكبر ما عدا الزد. وممكن مثلا مش عارف، ممكن نجيب ده كنترول بلس كده بلس اس شيفت زد. طيب كده قشطة، كده انا شايفه قشطة. ممكن نجيب دول كده ننزلهم جوه البرفيوم كده عشان ايه مفيش حاجه تبان، ايه نعمل نفسنا مش واخدين بالنا. كنترول ار كده، وبعد كده كنترول بي، وهتفهم انت هنعمل ايه دلوقتي. كنترول ار كده برضو كنترول بي، و ايه ده، معلش يا جماعه بدوس كنترول تي. طيب كنترول ار برضو كده، وكنترول بي. انا اعتقد انت توقعت احنا هنعمل ايه، واس زد كده عشان نصغرها. ولو بقى ايه جينا هنا مثلا ايه نختار الفيسز من فوق، وشيفت ودول عشان ده وده وده وشيفت كل ده واحنا دايسين شيفت. ولو دوسنا اي اس هتلاقيه بيعمل حاجة غريبة، واحنا مش عايزين كده، عايزين ندخله جوه. فالت اي كده، الت اي، هتلاقي نختار تاني واحدة، فانت ايه هتدخل لجوه عادي. فكده انت بقيت جامد جدا، بقيت تعرف تعمل غطا، ما تعملش زي اتنين. طيب ايه تاني بقى، ايه تاني هنعرف هنعمل ايه تاني. بس ممكن نيجي بس في الواير فريم كده، وندخل جوه تاب نحدد دي ودي، واحنا محددين الايدجز، وكنترول بي كده، ونكتر في العجلة بتكتر البيفر وبتخلي فيه نعومة كده، اللي هي عجلة الماوس مثلا. انت كده هتلاقيك عملت له بيفل وبقى ناعم. ممكن مثلا نختار ده كده، ونختار الايدجز دي كلها، شيفت زد كده الواير فريم، ونحدد دول كلهم، وكنترول بي برضو، ونكتر بالعجلة زي ما انت عايز، بس ما تتغباش عشان ايه الجهاز بتاعك ما ينفجرش. خليك شخص شاعري كده. طيب لو دوسنا مثلا ايه، احنا عايزين نعمل سب ديفيجن كده، كنترول 2 هتلاقيه عمل نعمه كده، حطله من الاخر هو حطله سب ديفيجن طيب انت هتلاقي الموضوع مش ماسك نفسه، فهتدخل جوه الايديت مود، كنترول ار كده، وكنترول بي، تقلل بقى على اخر حاجه من البقره كده. ايه اللي بيحصل كنت مثلا لو حطينا كنترول ار هنا كده، بص اللي فوق ماسك نفسه. فاحنا نكرر بقى ايه العمليه دي. نحط مثلا كنترول ار هنا كده، وكنترول بي برضو، عشان بدل ما احط، خلينا بس نقفل السب ديفيجن كده. ومثلا هنا كنترول ار كده، وبعد كده كنترول بي، وهنا برضو كنترول ار هنا، وبعد كده كنترول بي. و ايه هي هتفرج كنترول ار وكنترول بي، هي هتفرج. انا واحد ما بستمتعش بالحاجات دي خالص وكنترول بي برضو هنا. هي ان شاء الله هتعدي عشان زهقت انا زهقت. كنترول ار هنا، كنترول بي،
ويعني مش عارف. كنترول بي، معلش يا جماعة، كنترول ار هنا برضو، وكنترول بي. انا عارف ان انا بس ايه ابان مخنف شوية، لكن انا مش مخنف ولا حاجة يا جماعة. هو بس ايه المايك كأنه مجنح كده. المهم كنترول ار هنا وكنترول بي، ونيجي برضو هنا اس زد كده نكتر في البيفل، وكنترول ار هنا برضو وكنترول بي، يعني هتعدي. وكنترول ار هنا برضو وكنترول بي، يعني هي خلاص هانت يا جماعة، هانت. وكنترول برضو ار هنا، يعني انا مش شايف ولا انت شايف، بس يعني ان شاء الله ايه هتفرج يعني. لو دوسنا حرف زود كده في الكيبورد هتلاقيه نقله لوحده كده، وهتيجي برضو كده تدوس كنترول ار هنا كنترول بي، وقشطة يعني كله تمام التمام يعني. نيجي بقى احنا ايه كده مع بعضينا كده نفعل السب ديفيجن كده، هتلاقيه بقى جامد. وكمان ممكن ندوس كليك يمين شيت سموث كده، بصوا بقى ماسك نفسه كده. ولو دوسنا زود تاني هينقله بكل حاجة يعني عادي. فاحنا نختار الفيسز كده مثلا واي كده، معلش يا جماعة معلش. نيجي هنا نختار الفيسز تاني وندوس اي كده، هتلاقيه برضو مسك نفسه اكتر من فوق كده، وكده بقى كله تمام التمام يعني. هنيجي نختار السلندر كده وندوس كنترول توش وشيد سموث كده، عشان كله يبقى تمام. السب ديفيجن حلو يعني عامة. محتاجين بقى اخر حاجة نعمل بتاع اللي جوه البوتل دي، نعملها ازاي؟ لو جينا هنا في الموديفاير جنريت ومثلا دوسنا سوليديفاي، لو كترنا مثلا في الرقم ده كده، ده بيدي سمك جوه الازازة. يعني انا افهمك برضو، يعني انا ايه هفهمك. المهم لو انت قعدت تلعب في الرقم ده، بصوا ده السمك ما بين دي ودي. يعني بصوا كمان، يعني الرقم لما بيكبر السمك بيزيد. فانت هتيجي مثلا هنا مثلا ممكن هتنزل السب ديفيجن تحت والسوليديفاي فوق يعني. انا مش عارف، انا هنفضل نجرب كده. يبقى احنا هنعمل السوليديفاي ابلاي، ونيجي هنا ندخل جوه السلندر كده ونلغي الواير فريم. احنا مختارين الفيسز، نختار ده يعني. وكنترول بلس كده، كنترول بلس بيختار اكتر. يعني مثلا كنترول بلس كان كنترول بلس، ونرفعه لفوق كده، واكس وفيسز، ونختار بقى. نيجي هنا في الفيرتيسيز ونختار دول كلهم كده، وننزلهم لتحت كده شوية. وبعد كده كنترول بي، كنترول بي ايه يا عم، يلا كنترول بي كده، ونكتر بالبكرة بتاعت الماوس اللي هي العجلة. وكل ما تكتر اللي هتلاقيها ايه، طبعا انا جهازي بيحتضر عشان إيه السب ديفيجن يعني. طيب انت بقى ايه لحد ما توصل للبيف اللي انت عايزه. خلاص كده انا تمام كده، وتطلع بره الايديت مود كده من تاب، وتخفي الصورة، تدوس على العين. لو جبنا الغطا ده كده مثلا ودوسنا اف 2 كده عشان نسميه، فاحنا هنسميه توب مثلا كده، واخترنا البوتل دي وهنسميها اف 2 كده، ومثلا بوتل. طيب كله كده تمام يعني التمام، ومفيش حاجة، كله تمام يعني. ومثلا اس شيفت زد كده مثلا، يعني انت بقى ايه هتقعد تعدل كده. لو جينا مثلا هنا ايه اس شيفت زد كده برضو، ده احنا كمان ممكن نيجي هنا نمسك ده في الايديت مود كده وشيفت زد، ونمسك دول كلهم كده ونرفعهم لفوق كده، عشان ايه حاسه عريض شوية بس كده. فانت مثلا لو جبت الماوس كده وشديت بسرعة كده، هتلاقيه فتح صفحة تانية. وده اللي احنا عايزينه. احنا هنشوف الماتيريالز من هنا كده، ومثلا ننقله للريندر كده، ونفتح السين وورلد عشان يعمل اضاءة وهمية. انت هتلاقي اضاءات كتير يعني، ممكن تختار دي مثلا، بس انا هختار دي عشان هي اضاءة وهمية يعني انا مش هرندر. هننقله من ايفي كده لسايكلز الريندر، يعني عشان يبقى هو اصلا ازاز شكله واقعي، فلازم السايكلز يعني. طيب لو مسكنا البوتل بتاعتنا كده وجينا في الماتيريالز ونيو، وفتحنا الترانسميشن دي ونخليها 1 عشان نخليها ازاز. بس انت لغايه دلوقتي انت مش شايف ازاز عامه يعني، بس انت هتشوف يعني. خليك بس انت كده في الريندر. لو انت الرفنس ده بقى اللي بيناله الازاز، لو خليته زيرو كده قللته خالص هتلاقيه قلب ازاز. ممكن مثلا تلونها الازرق عشان الازازه بتاعتنا لونها ازرق كده، وتغمقها مثلا سيكا. بس هتقعد تلعب يعني، بس انت ما تخليش الازرق بتاعك فاقع اوي ولا باهت اوي، عشان بس ايه يبقى فيه واقعيه يعني. المهم هنمسك بقى الغطا ده كده، واحنا في الماتيريال كده ندوس نيو برضو، ونجيبه الاسود كده، والرفنس نقلله، بس ما نقللوش قوي يعني عشان هو ما بيلمعش كده يعني، ممكن نكتره شويه. وال
ونكتره كمان يعني، والميتاليك بقى نكتره كده عشان يبقى شبه المعدن كده شوية. انت فاهم، بتقعد تجرب كده لغاية ما توصل لشكل حلو مثلا. ويعني السبيكولار ده مثلا يعني انت بتقعد تلعب، بس انا شايف السبيكولار ده مفهوش حاجة. طيب انت كده عملت الغطا بتاعك، بس في الحتة دي بتبقى معدن كده. يعني انا برضو هفتح الصورة واوريك. لو جبنا الغطا ده كده مثلا، او مثلا لو جبنا ده كده نخفيناها، الغطا خفيناه او الصورة خفيناها، هتلاقي ان هي اصلا فيها معدن. يعني الغطا بيبقى فيه معدن من تحت. فانت هتلغي السبديفيجن بتاع الغطا كده، وتيجي هنا في فيسز وشيفت زد عشان الواير فريم، وتحدد دول كلهم، ومثلا كنترول بلس كده عشان دول اللي محددينهم دول هنعملهم معدن. لو جينا هنا في الماتيريالز ودوسنا بلس كده، وجينا دوسنا اساين، عشان اساين ده بيختار اللي احنا عاملين عليه، اللي احنا يعني مختارينه. مثلا جبنا ده مثلا كده رفنس، والميتاليك كده شوية عشان هو بيبقى ميتاليك شوية، وممكن ده نرمادي كده عشان يبقى شبه المعدن كده. بص يعني لو بصيت كده في الريندر هتلاقيه فعلا ان هو بقى معدن اهو، يعني مش حرمك من حاجة اهو. فايه قشطة يعني الكلام ده. طيب احنا ناقص لنا ايه تاني يا جماعة؟ احنا ناقص لنا ايه تاني؟ ناقص لنا ايه تاني بقى؟ انت بقى هتقعد تلعب كده، بس المهم ما تخليش الغطا بيلمع بتاعك. يعني فاهم، ما تخليش الغطا بتاعك بيلمع. هتيجي هنا بس ايه، يعني انت لو دوست شيفت ايه كده، وهتيجي هنا في الايمج هتلاقي ايمج اسبلين. لو ما لقيتهاش فهتيجي هنا في الايديت بريفرنسز، في الادونز هتكتب نود ورانجلر، هتلاقيها ايه هنا. انت مش هتلاقيه عامل عليها صح، فهتعمل عليها صح وسيب بريفرنسز عشان متوجعش دماغك. تيجي هنا شيفت ايه ايمج، هتلاقيها موجودة في ايمج اسبلين زي، وتختار الصورة برضو التانية اللي انا هسيبها لك في الديسكريبشن تشوف انت حافظها فين. هي عامة اللوجو بتاع السوفاج، فانا هجيبه اهو اللوجو. وهتجيبه مثلا هنا كده اهو، ده اللوجو بتاع سوفاج RX 90 كده اهو، ومثلا اس كده، ونرفعه لفوق مثلا سيكا، نبين مثلا الصورة كده، وشيفت زد. فاحنا هننزل الصورة كده بتاعت اللوجو على قد اللوجو اللي في الصورة. كده تمام. يعني انا عايزة الغي الصورة، انا كل ما اجي الغي الصورة بخفي حاجة تاني. يعني حاجة غريبة بجد، بحول كده. لو سلكتنا بقى ايه اللوجو ده، وجينا في موديفاير جنريت او ديفورم، وندور على حاجة اسمها شرينك وراب اهي. شرينك وراب دي هيقول انت عايز تلزق اللوجو ده فين. فانت لو اخترت القلم ده مثلا كده، وسلكت مثلا ايه الازازة، هتلاقيه لزق في الازازة. بس احنا اوريدي تقريبا عملنا غلطة مريبة جدا. لو جينا مثلا هنا في الايديت مود، او مثلا نقربه شوية ونفتح الشرينك وراب تاني، في حاجة غلط. لو جينا هنا في الايديت مود ودوسنا كليك يمين مثلا سب ديفايد، هي دي بقى اللي احنا نسيناها، ونفتح القائمة دي وهنخليه مثلا 5 أو 7 كمان، ونلغي التاب كده، وكليك يمين كليك يمين كده المفروض شيد سموز، ونكتر كده شوية، كليك يمين تاني شيد سموز. يعني ولو لقيته لازق اوي انت هتقعد تكتر في الرقم ده، واس زد كده وبس كده، هتلاقيه فعلا لزق. هو ده اللي احنا كنا ناسينه يعني. هنظبط بقى التكتشر بتاعه. هنيجي هنا كده ونجيب مثلا شيدر اديتور، هنلاقي ان دي النودز بتاعتنا. هنبعد الصورة دي كده، وهنعمل بقى حاجة كارثية. هنعمل ده كده وهنعمل ده كده، شيفت ايه كده، ونجيب color ramp. والcolor ramp دي هنوصل الcolor في ده، والcolor في البيس color. ولو احنا عكسنا الاسود ده والابيض ده، هتلاقي ان الخلفية بقت سودا والكلمة هي اللي بقت بيضة. يعني حتى شوف ده اللي احنا كنا عايزينه من زمان. طيب احنا لو وصلنا الكالر في الالفا كده، هتلاقي ان الخلفية بقت مش موجودة. فاهم؟ فده برضو حاجة قشطة. تمام. فاحنا مننا قلبنا الابيض بقى اسود، والخلفية عزلناها، ودي حاجة ساعة جدا. طيب الموديل بتاعنا جاهز كده وكله تمام. لو جينا هنا مثلا هنا ودوسنا ابلاي عشان نعرف نتحرك براحتنا، لو جينا مثلا سلكتنا البوتل دي وحركناها، هنلاقيها بس هي اللي بتتحرك. فنسلكت دي ودي والبوتل اخر واحدة، وكنترول بي كيب ترانسفورم. لو جينا بقى مسكنا دي تاني وحركناها، هنلاقي كله بيتحرك معاها.
طيب وده مثلا نتخره كده شوية، واحنا بنجيبه على الازازة كده ندوس شيفت عشان بنسبة قليلة، يعني لو انت ما دوستش شيفت ممكن الماوس يجري معاك كده. طيب هو لغاية دلوقتي كله تمام. لو جيت هنا مثلا وعملت صح كده على سين وورلد والسين لايتس كده، علشان دي كانت إضاءة وهمية بنشوف بيها. لو جينا في الورلد هنا والكالر وانفايرومنت تكتشر هتلاقي الدنيا بقت بامبا كده، عشان احنا لسه مش عارفة هنحط ايه. هندوس اوبن كده، وفي مكان سري في بلندر هنيجي في السي بتاع جهازك كده، بروجرام فايلز، لا مش دي، بروجرام فايلز التانية، بلندر فاونديشن 4.1 4.1 تاني على حسب النسخة اللي معاك، داتا فايلز، ستوديو لايتس وورلد. هتلاقي بقى اضاءات كتير، ده وهو كان من المكان السري، فهتلاقي اضاءات كتير. انا هختار ستوديو اكسر، ده اللي انا كنت اصلا عامله في السين بتاع اللي انت شفته، هو ده الاضاءة دي كنت مستخدمها، دي HDRI بترمي اضاءات من كل حتة، يعني فاهم، هي حاجة جميلة جدا يعني. المهم بقى هنعمل ايه تاني، احنا هنشوف هنعمل ايه تاني. لو جينا بس هنا عشان نبقى في الامان، اخترنا كله كده واوبجكت سيت اوريجن تو، اسمها ايه دي، مش عارف اسمها. المهم هتلاقي كله بقى الاوريجن بتاعه في موضعه، ممكن نحرك دي فوق شوية، فيعني كله تمام يعني. احنا محتاجين بقى نحطه على ترابيزة او حاجة. فلو جينا مثلا هنا، اول حاجة بس انا عايزة اعملها في اللوجو كده، ان انا اجي هنا اجيب الفيرتيسيز من فوق وادوس 1 كده عشان اجي من الفرونت، وبي كده، وبي من هنا، واكس وفيرتيسيز عشان الحواف البيضة اللي على اللوجو كده تختفي، فاهم، عشان دي بتبقى رخمة شوية، ونرفعه مثلا لفوق سيكة، فاهم. احنا كده لغاية دلوقتي كله تمام التمام يعني. انت بقى تقعد تعدل شيفت ايه كده كيوب عشان هنعمله الترابيزة اللي هو واقف عليها، ون كده من الفرونت عشان نخليه لامس البرفيوم كده، ونخليه لامسها قوي، لامسها قوي عشان يبقى شغل جامد. متعملش زي 2 اس شيفت زد كده بيكبر في كله ما عدا اتجاه الزد، تمام. لو جينا انا بس في الايديت مود وفيسز، وجبنا الفيس اللي تحت ده وشدناه لتحت كده، عشان هتبقى ترابيزة طويلة جامدة جدا، ما تعملش زي 2 شيفت ايه كده بلين وار اكس 90. ده بقى هنعمله ايه، هنعمله حيطة يعني. انت بص اس كده تكبر على قد ما ربنا يكرمك، ماشي. عشان دي هتبقى حيطة، اس كده تكبر على قد ما ربنا يكرم. بص شوف ربنا يكرم فين وتكبر، فاهم، بس يعني ما تكبرش قوي يعني، خليك شخص حنين. اس اكس مثلا كده، وتجيبها مثلا هنا كده، واس اكس كمان، يعني انا اديني بجرب معاك اهو. وفي ناقص لنا بقى حاجة، لو جينا هنا في السيفن ندوس 7 عشان من فوق كده، عايزين نخلي البرفيوم على حواف الترابيزة، وفي حافة الترابيزة مغطية على البرفيوم، فهنجيبه هنا كده على حافة الترابيزة، تمام. فاحنا تقريبا يعني عايزينه يلف شوية اعتقد في ار زد كده، عشان نخلي اللوجو يبقى ايه على الكاميرا كده. ممكن نجيبه هنا شوية بس كده. شفت ايه بس كده، وكاميرا، وكنترول الت زيرو هتلاقيه عمل لك الكاميرا ده، وما فتحتش ايديت نود رانجولار كده اهو، وتفعلها من البريفرنسز كده، وسيف بريفرنسز، يعني دي تقريبا قلتها كتير في الفيديو ده يعني. طيب هنيجي بقى واحنا مختارين الكاميرا كده، نيجي هنا بس ايه في الكاميرا بروبرتيز هنا، وننزل عند الفيو بورت ديسبلاي كده، والباسبورت ده نخليه 1. هتلاقي الحدود بتاعت الكاميرا بقت لونها اسود، دي حاجة بتجنني عامة يعني. ما بعرفش اشتغل غير لما اعملها. وممكن كمان جي زد كده ايه هتلاقيه بيبعد. طيب ده كله تمام كده، واحنا في السماتيك هنطلع كده واحنا مختارين الكاميرا كده فوق، ونخلي ده مثلا 180. ده مش هتحس بيه يعني، جي زد كده هتحس ان فعلا في فرق، بس انت لو اول مرة تعمل الفوكال لينس ده مش هتفهمها اوي. فيعني كده 180 فرقت كتير مثلا، وممكن الخلفية نكبرها شوية كمان. ايه تاني يا جدعان، ممكن مثلا نختار اللوجو ده اس كده نكبر فيه شوية، يعني كده كله تمام في المظبوط يعني. نرفع بقى الشادر ده يدور شوية، ونبعد الاسود كده. ممكن نخلي الابيض زيادة شوية 0999. هتلاقي الابيض ضارب زيادة عن اللزوم كمان يعني، بص حتى هتلاقيه ضارب كده، فانت يعني فاقع كده، هو فاقع، فانت يعني كل حاجة ليها اصول برضو يعني. فانت هتجيب الابيض ده ورا شوية كمان يعني، عشان ايه يعني، خليك ايه شخص رومانسيكي كده،
هنسلكت الكاميرا بتاعتنا كده، ننزل ده بس تحت شوية، نسلكت الكاميرا بتاعتنا شوية وجي اكس اكس هتلاقيه بيعمل في اتجاهه. طيب تمام كده قشطة. معلش يا جماعة بس زوري بيقفل، بس جي اكس اكس كده. طيب كده انا اظن ان كده تمام اوي. ممكن بقى نحط التكتشر بتاع الترابيزة، نيجي هنا في الماتيريال نيو، وفي الخلفية برضو نيو، هنحط للخلفية لون برتقاني كده، او انت ممكن على اللون اللي انت عايزه، بس انا هخليها برتقاني. ممكن بقى الرفنس تلعب فيه كده، بس هسيبه زي ما هو يعني. فانت تقعد تلعب كده برتقاني كده مثلا، وتغمقه برتقاني كمان. انت كل ما تقربه من الاحمر هتلاقيه يعني بيعمل برتقاني. واحنا طبعا هنعمل ماتيريال برضو للترابيزة دي، يعني اديني بعمل اهو. نفتحها بس شوية كده عشان هي غامقة. يعني مش عارف ممكن اعمل حاجة هنا ولا لأ. ممكن مثلا اجي هنا في الورلد. طب الورلد ده هسلكت دي الصورة دي وكنترول تي كده، هتلاقيه ظهر اتنين. لو ما ظهرتش فانت مش مفعل النود والرانجلر اللي انا قلت عليها مليون مرة. طيب انت لو لفيت دي كده، ايه اللي بيحصل؟ ال HDRI بتلف. طيب بص يعني، بص هتلاقيها بتلف كده، ده اللي بيحصل. فانت دي حاجة يعني ايه، حرية ليك ان انت تقعد تلعب لغاية ما توصل للشكل بتاع الإضاءة اللي انت عايزه. فانا ممكن مثلا اسيبه 1 زي ما هو، او 0 كمان زي ما هو خالص. فيعني كله كده تمام. انا حاسس ان فعلا ايه، احنا وصلنا لمرحلة كبيرة يعني. شفت اس كده وكانسر 2 سيلكتد عشان الكانسر يروح. شفت ايه بقى؟ لايت اريا لايت، هتلاقي الاريا راحت عندها. فجي كده نجيبها هنا مثلا كده، وار اكس 90 واس نكبر فيها ونجيبها جي اكس كده، وار زد نجيبها على المنتج بتاعنا شوية. ممكن نكتر مثلا نخليه 100 الباور بتاعها يعني. ممكن نجيبها ورا كده كمان شوية ونلفها على المنتج، واس زد كده عشان تبقى طويلة كده وحلوة. يعني ايه، عايزين برضو الإضاءة ندلعها شوية. طيب ايه، هنقعد بقى ايه نلعب كده يعني. انا مبحبش الحتة اللي انا اقعد العب فيها، عشان ايه، بحب اوريك ان مفيش حاجة صعبة من الاخر يعني. قصدي مفيش حاجة سهلة من الاخر، حاجة صعبة ايه. المهم شفتي دي كده وار كده، هنخليها يعني ايه اللي هي يعني ورا المنتج كده. معلش قلتلكوا زوري بيقفل بس. معلش يا جماعة استحملوني. ونخلي ده مثلا ايه 5 كده، وده مثلا يعني 100 زي ما احنا كنا عاملينه. طيب كله تمام وقشطة. الجمال والحلاوة دي. هنرفع بس الشيدر ده، ممكن نلف مثلا ال HDRI شوية عادي يعني قشطة. انت معاك الحرية ان انت تعمل اي حاجة من غير ما حد يعرف يتكلم معاك. ما حد يعرف يتكلم معاك يعني اندهلي على طول، ولا ابو حميد الواد ده بيكلمني. ماشي. ماشي يلا بينا. ايه تاني؟ ممكن مثلا اس اكس اكس كده عشان تكبر في الاتجاه بتاعها، وشفت ايه وبلين. يعني احنا جينا شفت ايه صن بس. معلش يا جماعة، الصن دي هنعمل بيها حركة رايقة جدا، ان احنا هنبتدي نعمل الشادو جي وار اكس كده عشان نلفها على الخلفية ورا. هتلاقي بترمي اضاءة على الخلفية، وار كده مثلا، ونخليها مثلا 3 يعني، او 1 كمان يعني. انت هتقعد تجرب دي مثلا نبعدها لورا، واس كده كمان نكبرها. طيب شفت ايه كده بلين، واس اكس كده، واس واي يعني، واس واي كمان. ولو جينا هنا في الموديفاير وجنريت الري ده، يعني مثلا لو كترت الرقم ده وكترنا بقى من الرقم ده، هتلاقيه عددهم بيزيد. فاهم؟ فانت ايه يعني، كتر على قد ما تحب يعني. ممكن مثلا ار كده ونجيبها هنا، هتلاقيها بترمي شادو او ظل على الخلفية، وده اللي احنا عايزين نعمله اصلا. فانت هتقعد تجرب كده. ممكن مثلا اس كده نكبر فيه ونجيبها هنا كده بس عشان هي داخلة جوه في الخلفية، باينة يعني ان في شادو كده. فالشادو دلوقتي بقى حلو. ممكن بس لو احنا طيب، انت ممكن تلف دي، هتلاقيها بتلف الشادو معاك من غير ما تحتاج تلف دي مثلا. فدي ممكن تكبرها شوية مثلا كده يعني. بس كده تمام. ممكن ننزل هنا للريندر، نخلي دي ستاندرد او اي جي اكس عادي، ودي هنخليها مثلا هاي كونتراست كده. هتلاقي الموضوع قفش ويوز كيرفز كده، ونفتح الاضاءة حبة
او نوطيها، يعني انت براحتك. يعني دي حاجة انا بستعملها على طول، بتفرق في المشهد بتاعي. الماتيريال بس كده ايه بتاع الترابيزة كده نعدل فيه شوية، فاللي هو ايه كده تمام يعني. وفي حاجة مهمة لازم تعملها، تيجي هنا في الرندر وتخلي دي 16 ودي مثلا 128، وتنزل تحت برضو زي ما قلت لك، تقعد تكتر وتعلي، ودي مثلا ايه في حاجات كتير يعني قشطة. فانا ايه هخليها مثلا هاي كونتراست كده، عشان يعني اللي هو الكونتراست بتاعي العالي او الواطي، او نمسك الاضاءة بتاعتنا دي ونيجي هنا في الاضاءة الانجل ده لو كترنا كده هتلاقي ان الشادو بتاعنا بينعم كده، فاهم؟ فاحنا هنخليه برضو لا ناعم اوي ولا واطي اوي، مثلا كده رقم خزعبلي، فاللي هو ايه قشطة يعني. شفت ايه كده ام تي بلين اكسس. انت بقى انت تقريبا مش فاهم احنا هنعمل ايه، بس انا هعرفك احنا هنعمل ايه دلوقتي. انت لو جبت ده كده وجبته قدام البرفيوم كده بالظبط، عشان ايه؟ عشان ده هنعمله فوكال لينس من الاخر يعني. لو كمان مسكت الخلفيه دي وتقربها وتبعدها الشادو اللي عليها بيفرق. هنيجي بس هنا تاني، بس هنمسك بقى الكاميرا عشان نفعل الفوكال لينس. فانت يعني انت مثلا بس كده انا هقول لك حاجه، لو كده في السهم وفتحنا الشادو وفتحنا الكافيتي وفتحنا الديب اوف فيلد وخلينا السكرين دي بوس وكل حاجه يعني قشطه، هتلاقي ان فعلا بيفرق يعني، فاهم؟ فعلا والله العظيم بيفرق. بس واحنا مختارين الكاميرا كده ديب اوف فيلد نفعله، هنلاقي فيه ضبابيه كده ونختار البخاخه دي ونعمل على البلين اكسس. لو احنا مثلا جينا هنا الفوكال لينس انا كنت عايزه اعمله على البلين اكسس، فمسكت القلم وعملته على البلين اكسس بسيطه يعني. فده مثلا ممكن نختاره كده. بص لو قللناه خالص الفوكال لينس بيزيد، فاهم؟ فده مثلا كل ما نكتر في الرقم الفوكال لينس بيقل، يعني سبحان الله، المفروض العكس بس يعني قشطه. فانا هخليه يعني كده، انا حاسس ان كده تمام يعني، انا كده مبسوط وسعيد. فانت مثلا في حاجه نعملها بس قبل الرندر بتفرق المشهد فعلا، لما بتيجي ترندر بتفرق. فانت مثلا كده ايه، لو لو جيت هنا شديت بالبكرة وجبت هنا كومبوستر كده وجيت هنا دوست نيو، ونبعد دي بس شوية كده ونسلكت دي وكنترول شيفت كليك. لو مظهرتش فانت مش مفعل النود ورانجلر، برضو شيفت ايه كده لينس ديستورشن ونجيبها. دي بقى بتعمل ايه؟ لو جينا هنا بس هنا وفتحنا الكاميرا عشان نشوف الكومبوستر، نفعل الفت كده و0.0 مثلا رقم خزعبلي كده يعني. بصوا يعني انت بقى تقعد تلعب كده، ممكن 0.05 كده. بصوا الإفكت عليه ازاي، ده هو ده اللي بيعمله. 0.0 برضو رقم خزعبلي برضو. فانت ايه تختار رقم حنين كده. 3D فيو بورت تاني، فيو بورت تاني. جيب البخاخة دي وبدل البلين اكسس نعمله على البوت اللي هي البرفيوم عادي، ورندر كده رندر ايمج عشان ترندر بقى الصورة وتطلعها. فهي هتقعد عامة تحمل معاك، انت تسيب لها وقتها خالص كده، اه تسيب لها وقتها خالص، وهتلاقي بعد ما تحمل يعني تجيب الفيور نوت كده. بس احنا نجيب الريندر ريزلت تاني ونجيب هنا سيف اس كده، هتلاقيها اتفتحت تسيف في الحته اللي انت عايزها كده من سيف اس اللي انا لسه موريها لك يعني. ولينك الانستجرام بتاعي على في الديسكريبشن يعني، تدخل وتسالني اي سؤال انت عايزه وتكلمني وتبعت لي الصوره عشان انزلها عندي على صفحتي ويعني كده. وما تنساش تشترك في القناه عشان في حاجات جامده جدا جايه في الطريق. يلا سلام.